وعلى هذه المبادرة وعلى هذا الدفاع عن المستقبل والراحة. وشوفوا همنا واحد، قبل ما نحققوا اي تغيير لما حاربنا المفسدين والفاسدين اللي يفسدوا البلاد، وما هو غير هون هنا وفي مدن ثانيه في المغرب كامل. رانا ما حاربنا هذوك الفاسدين وفضحناهم ووقفناهم عند حدهم، رانا ما نلحقوا داك الشيء اللي بغينا. واول حاجه هو اللي يشري الاصوات خصو يحارب، خصو يفضح، لان هذاك اللي يشري هذوك الفقراء هو اللي يستغل. ما كاين واحد يستثمر في البشر يستثمر في الانتخابات باش يربح، يبقى يستثمر اللي عنده الفلوس كثيره، يبني اليوزينات، يبني المشاريع، يدير معامل باش يخدم الناس. هذا اللي عاد عنده هم البلاد. اما اللي يشري الاصوات هذاك ما فيه مصلحه عامه، وهذاك هو اللي خرج البلاد، وهذاك هو اللي ميع السياسه في المغرب. اولا قبل كل شيء عيب وعار على انسان يبيع ضميره. فكروه عيب وعار على انسان يبيع ضميره، لانها هذه المصلحه مصلحه عامه. والثانيه عيب وعار على هذاك اللي ماشي مع هذاك اللي يشتري البشر. البشر ما يشتري، والقران ما يشتري. نقول لك مساله ثانيه، هاد الناس كامل اللي ماشيين معانا ما فيهم واحد خدام بالفلوس، وهاهم يشردوا مترشحين، فيهم المترشحين فيهم اللي داعمين، كاين ما مترشحين داعمين. تمشي المجموعه الثانيه اللي تجبرهم يخدم منهم 100 درهم في النهار باش يستغلوهم 15 يوم يديرهم 100 درهم وياخذوهم 5 6 سنين. واحد جاي مع ناس ما عنده دعم كاع باش ما عنده كاع مواطن ما مساندينو، خدمهم استغل ذاك الفقر تاعهم ويعطيهم ويعطيهم 6 درهم ويبدا بحال النهار 4 بحال الساعه وينساهم 5 6 سنين. وهذا حنا نحاربوا. ذاك النهار جا الدكتور النهار حزب ثاني ومنازل ثاني دفعنا خرشة. هو قال عنده درهم صور به ورقه حططنا عنده درهم قال الاخير ونجح. وانا قال صورت هذيك الورقه اذا نجحت وجبت 24,000 خفت يسمعنا. وهو قال فقير ما فعلوا شيء عنده درهم صور به هذيك الورقه ونجح. قال معايا بحال هذا النوع هذا هو اللي يلا حد يمشي معاه ولكن من ولينا الوعي تاع المواطنين، عارفين اللي فيه مصلحه وعارفين اللي ما فيه مصلحه. نشكرك.